نروح لعنوان في جريدة الوطن. الداخلية تطلب عدم بث محاكمة مرسي تلفزيونيا وطائرة لنقله لطرة. كردونات أمنية على مسافة كيلو من طرة وقوات الجيش والشرطة تشارك في التأمين. مصادر: التنظيم الدولي يجهز لبث الفوضى أثناء المحاكمة ومرسي يزداد غضبا ويهدد حراسه الإخوان هيولعوا البلد. هل شايف أنه فعلا محاكمة مرسي ستحظى طبعا ستحظى باهتمام اعلامي اكيد، لا لكن هيبقى فيها معاها صخب عنف؟ بص، احنا كان عندنا محاكمه القرن. صحيح. عندنا محاكمه فوق القرن دلوقتي. يعني المحاكمه فوق القرن. يعني انا بس رايي ان هي اهم، كسرنا الحاجز هي بمبارك. اهم من محاكمه مبارك. المحاكمه دي قد تؤدي الى استقرار مصر وقد تزيد من اشتعال الغضب. يعني المحاكمه دي يا اما تبقى هي طفايه الحريق يا تبقى مزيد من البنزين. فكره ان الاخوان يحرقوا البلد، هم طبعا جربوا. يعني لو انا بقول لهم انتوا مش، يعني ما حدش قدر على مصر، مش يعني التتار ما يقدروش على مصر، انتوا هتقدروا على مصر؟ ده كلام طبعا يعني كلام اهبل وفي قدر من السذاجه. هم طبعا معاهم شويه مليارات، التنظيم الدولي عمال يصرفها وحاجات زي كده، لكن مش هيقدروا على مصر لان هم بيواجهوا شعب، مش بيواجهوا اجهزه الامن. وبالتالي دي المساله صعبه. لكن فكره ان انا اعمل حسابهم، ان الدوله تعمل حسابهم اكثر مما يجب، هو ده اللي بيخلي الاخوان يتمطعوا قوي وهم بيتكلمونا عن، يعني مرسي على فكره كان متخيل انه مش ممكن حد يشيله، وان لو اتشال هيجي بالعافيه. ولو انت رجعت كل اليوتيوبات وكل اللي اتقالت من رابعه، ده راجع بكره، ده راجع السبت، ده راجع الحد، ده راجع الاثنين، ده راجع يوم الثلاث، على فكره كانوا واثقين. يعني ما كانوش بيقولوا كلام، كانوا واثقين انه هيرجع. طبعا هو كانوا فاهمين انهم قادرين. على فكره كانوا فاهمين. لا، وكان في وعود، كان في وعود من مساندات خارجيه. ما هو الامريكان كانوا طالبين منهم زودوا لنا عدد القتلى، زودوا لنا الكنائس اللي بتتحرق، زودوا لنا الاضطرابات في مصر، واحنا يعني هنبتدي نضغط. لكن بشكل عام هم كانوا احساسهم بقوتهم كان اكثر كثير من القوى الحقيقيه.